خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. خوتي الحريفية، السلام عليكم. بغيت نشارك معكم الجواب للسؤال اللي طرحه علينا السي سعيد من مدينة طنجة. السؤال تيقول: عندي مشكل في واحد السيارة يابانية الصنع ديازل 2014 1 لتر كارت، تندير الفيدور تضرب حوالي 2000 كيلومتر، كيتزاد النيفو ديال الزيت فوق الماكس، وتشعل ليا بولا تعطيني كود ديفو بي 252 اف، يعني مستوى الزيت اكثر من النورمال. مناش هذا المشكل، فانا تاكدت باللي الزيت كتزاد 3 ديال الفيدونجات. خويا سعيد، غادي نعطيك كاع الاسباب اللي غادي تخلق لك بحال هذا المشكل. السبب الاول قد تكون موفيز كونديسيون، الاحتراق الى ما كاملش لعده اسباب، منها لا كاليتي ديال المازوت، فهذا غادي يخلي المازوت اللي ما محروقش ينزل الكارطير ديال الزيت. السبب الثاني هو شي انجيكتور خاسر وتيلوح المازوت اكثر من القياس المطلوب. السبب الرابع هو تخلط الماء مع الزيت، سواء بسبب الجوان كيلاس ولا الكيلاس، سواء بسبب لي شونجور تيرميك اللي تعيطوني الحريفيه الفريجيديرا، وراه ساهل تعرف المشكل من خلال اللون ديال الزيت. السبب الخامس هو ملي كيكون الموتور اللي في السياره البومبا ديال الهوت بريسيون اللي كاينه فيه فيكسي في الكيلاس، وتيدخل ليها المازوت من خلال داك الكيلاس، فهنا الا كان الفويت غادي يهبط ديريكت للكارتير دويل. والسبب السادس هو الفار، فإلا كانت لا روجينيراسيون كدار بالبوست انجيكسيون، يعني المازوت كيتلاح من وراء الاحتراق باش ينقي الفار، وكاين المشكل في هذا السيستم، فاكيد غادي يتلاح المازوت اكثر من القياس وغادي يهبط للكارتير دويل، وهذا هو الاحتمال الوارد في هذه الحاله اللي عندك السي سعيد. كنتو مع خبير الميكانيك، قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وافريقيا.